المشاعر عبارة عن منطقة في المخ. المنطقة اللي في المخ دي بتتأثر بالمخزون اللي موجود داخل الفايلات اللي في عقل الإنسان. فمثلا لو الإنسان عقله في عقدة قديمة مثلا عن القطط، فأول لما يجي أي حاجة فيها ملمس قطة مشاعر الفزع هتيجي. فهل ده معناه إن القطة دي هتضرني؟ لا، القطة دي مش هتضرني. هي مشاعري وقتها كانت عبارة عن إنذار إن في عقدة قديمة محتاجة بس تتحل. فساعات بيجي للإنسان مشكلة اسمها الخوف من المشاعر. يعني انت اللي بيخليك تتحفز او تغير سلوكك او يجيلك الفوبيات هو الخوف من الخوف نفسه. ساعات هو ده اللي بيبقى المشكلة، مش الأساس الخوف. فلما تدور وراء أساس الخوف وتعتبر ان الشعور مجرد رسالة، وان الرسالة دي بسبب مخزون معين في عقلك، هتقدر ان انت توجه عقلك انه يجيب لك مشاعر بديلة، مشاعر إيجابية. ازاي اقدر اوجه عقلي اني اجيب مشاعر إيجابية؟ بالبسيط جدا اني اسأل نفسي انا عايز احس بايه دلوقتي، وانا عايز افكر في ايه دلوقتي. فتخيل وكأن عقلك هو القائد ومشاعرك هي التبع، مشاعرك هي السكرتير، هي اللي هتنتج او هي اللي هتنتج عن طريق توجيهك انت لأفكارك الجديدة او افكارك المختلفة اللي انت توجه بيها نفسك. وده السلاح اللي ربنا قوى بيه الانسان.